اصحابي في داري ما بنهزرش، بضرب حي وكلها طفش. امسك بقك ما تخرفش، ماشي بالكسلك ما بركش. في اي مكان ماريو السندال، سندال ابعد عنه ده شغل عيال، ابعد عنه ده شغل عيال. اعمل وشك يلا بدال، لسه الشهرة ولسه المال، اندر ريتد وبمجال. وقت الوقع انا اقول مين شال، قلبي يمين ودماغي شمال. بقص كلام بس في افعال، في عزبة واصل تراكي شغال. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده جايين نتكلم باختصار عن ابلكيشن باند لاب. هنشرح بس فيه كام حاجه بسرعه كده، فيديو بس يرفرش الناس اللي عندي على القناه، الناس اللي لسه مش فاهمه ايه هو ابلكيشن باند لاب، والشرح اللي احنا شرحناه قبل كده محدش اتفرج عليه لسه. فهو جاي اقول لك باختصار النهارده ازاي تضيف تراك عندك على الابلكيشن، وازاي تعمل له داونلود عندك، وازاي تعمل ابلود للتراك نفسه، وكل التريكات البسيطه دي. وفي نفس الوقت كمان هنحل مشاكل قابلت الناس اللي عندي على الشانل، كتبوا لي في الكومنتات عندي المشاكل دي، فانا جمعتها كده في ورقه وفي النوتس عندي، وهنتكلم ازاي تحلها يعني بسرعه. فلو انت اول مره شفتني ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو لو عجبك، وتابعنا على الانستجرام عشان لو في اي حاجه وقفت معاك تكلمني هناك، برضه على كل الناس عارفه. وخلينا كتير ما نطولش كتير عشان ده فيديو سريع، ويلا بينا. ودلوقتي معانا الموبايل وهوريكم الابلكيشن شكله ايه، عشان في ناس كتير قوي سالتني اسم الابلكيشن ايه. انا قايل في الفيديو باند لاب، حتى كاتب في التايتل بتاع الفيديو اللي عاملين الفيديو ابلكيشن باند لاب، وبرده في ناس بتسالني في الكومنتات. انا ما عنديش اي مشكله، بس يعني فاهم، هقول لكم برده اسم الابلكيشن اسمه باند لاب اهو، هو الاحمر ده. هندوس عليه. دي طبعا واجهه الابلكيشن. انت ما بتقلب في الابلكيشن كده، في عندك هنا الترندنج فيديوز ديت، الناس اللي هي زي تيك توك كده، لو دخلت على اي واحد فيهم بتتفرج عليه زي تيك توك. بس ما تنساش ما ناخدش كوبي رايتس، بس ثانيه واحده عشان ما ناخدش كوبي رايتس بس ونتسوح. في عندك هنا في الفيديوز الترندنج زي تيك توك كده، برضه عاملين الحوار ده. بتقلب في الفيديوهات اللي فوق كده زي تيك توك، تعمل لايك وكومنتس واي حاجه زي ما انت عايزها. وفي هنا برضه هنا الناس اللي عامله الميوزك، ولو وعاملينها زي الفيسبوك كده، بينزلوا عليهم الاغاني بتاعتهم او التراكات بتاعتهم اللي عاملينها. في هنا السيرش طبعا، لو انت عايز تبحث عن اي حد، عشان لو في ناس هنا منزله برضو بيتات وتراكات لو انت عايز تشتريها بفلوس. بس بسمع الناس بتنزل حاجات حلوه هنا بصراحه. برضو لو انت عايز تشتري بيت، لو فكرت تشتري بيت ولا حاجه، بتدوس على اللي هو العلامه اللي تحت اللي عامله كده دي كلها هنا. ده يعني مثلا ده بيت ب$20، مش عايز تشغله عشان الكوبي رايت، فاهم؟ بتختار، بتدوس على علامه البلاي دي، بتسمع البيت اللي انت عايزه. وهنجرب مثلا نشغل كده عشان بس ما ناخدش كوبي رايت. بتسمع البيت اللي انت عايزه من هنا كده، ولو عجبك بتشتريه، يعني بتشتري من هنا يعني. المهم دلوقتي عندنا ان انت لو دوست على الزائد اللي تحت دي او البلس اللي تحت دي، بص دي كلها حاجات انا كنت شارحها قبل كده في فيديوهات قبل كده. انا بكلم الناس اللي هي المبتدئه لسه مش عارفه ابلكيشن باند لاب ايه هو اصلا. كنت شارح 3 فيديوهات قبل كده على ابلكيشن باند لاب، لامين كل حاجه في ابلكيشن باند لاب، هسيبهم لك في الديسكربشن تحت بالترتيب كده 1 2 3 الفيديوهات كلها. بس خليني اقول لك برده باختصار كده ايه، عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. في هنا علامه السامبلر دي بتاخد منها يعني حاجات في التراك نفسه، ممكن تعملها انت، بيديك زي درامز مش عارف ايه كده في الفيديو في الاغنيه بتاعتك، وبتحطها هنا. دي امبورت فايل، دي اهم حاجه عندنا، سيبها في الاخر. الفويس اوديو دي لو انت عايز تبدا فروم سكراتش بقى، انت تبدا من الاول خالص، تجيب كل حاجه من الصفر وانت تغني الاول، بعد كده تحط البيت والكلام ده كله. فعندك بقى الدرام ماشين دي، لو انت عندك بتعرف تلعب درامز وكده بتشغلها وتدوس ريكورد وبتسجل الدرامز بتاعك لو انت عايز تعمل اغنيه بنفسك، الدرامز بنفسك. واللوبر ده كنت برضه شرحه قبل كده في فيديو. انا الفيديو ده جاي برفرش بس الناس اللي لسه مش عارفه الابلكيشن باند لاب ايه هو. في عندك بقى في هنا الجيتار، لو انت عايز بتعرف تلعب جيتار، برضه في هنا شكل الجيتار كويس. في برضه اخر واحده دي برضه نفس القصه بتاعت الجيتار لو انت بتعرف تلعب بيها. بس خلينا في المهم دلوقتي. احنا عندنا اول حاجه في امبورت فايل ديت. لو انت اول حاجه خليني اقول لك عشان الناس برضه ما تبقاش عارفه، الناس اللي بتسالني اجيب التراك منين، ابحث عن اي حاجه وزود كوبي رايت. يعني ايه وزود كوبي رايت؟ يعني من غير اي كوبي رايت، عشان ما القناه بتاعتك لو انت نزلت عليها التراك ده يعني هيتقفل. عشان ليه؟ عشان التراك ده ملكيه حقوق لحد تاني او حقوق ملكيه لحد تاني. فطبعا كده اليوتيوب هيجي لك ان هو مش هينفع تنزل حاجه زي كده، يعتبر انت سارق التراك ده. انت لو عايز تراك على اليوتيوب او اي حاجه، اكتب مثلا فري تراك وزود كوبي رايت، او تراك ايا كان بقى، شعبي، بيت شعبي، تراك راب، بس من غير حقوق ملكيه. تكتب كده على اليوتيوب فيجي لك كذا حاجه، تاخدها عادي، تاخدها بقى سكرين فيديو تنزلها عندك على اي ابلكيشن، انت حر. دي اول حاجه انت نزلتها عندك دلوقتي بقى، سواء في الفايلز اللي عندك او الملفات اللي عندك. انت دلوقتي عندك في هنا اول حاجه في 3 اختيارات. 3 اختيارات دول في اخر حاجه عندك البراوز فايلز دي، لو انت عاملها بالعربي هتلاقي عندك تصفح الملفات،
دي بتبقى عباره عن انت بتخش تجيب الملفات اللي عندك، الاغنيه اللي انت منزلها او التراك اللي انت منزله. اللي في النص ده لو انت واخد سكرين ريكوردنج للفيديو او للتراك اللي انت منزله وعايز تاخد منه الاغنيه بس، الابلكيشن كويس بيحول الام بي 4 لام بي 3 بحيث ان انت تاخد الام بي 3 على طول. انا بفضل دي يعني، فاحنا هنختار اللي في النص دي، او انت لو انت عندك منزله على الفايلات بتختار اخر واحده. فانا هختار اللي في النص دي وهضيف التراك وايه ونكمل. بس فده طبعا الشكل اللي هيجي لك بعد ما تضيف التراك اللي انت جبته سواء من اليوتيوب او اي ويب سايت. ده الشكل اللي هيجي لك، شكل التراك نفسه. فانت عايز تغني عليه او تبدا تغني عليه او تبدا تضيف عليه بقى صوتك انت وتعمل عليه اوتو تيون، تبدا تعمل عليه بقى افكتات عامه يعني. بتعمل ايه؟ خلينا مثلا نشغل كده حته من التراك بسرعه. انت التراك بتنزله من غير اي حمل كده لحد عشان تقدر تستخدمه، فاهم اقصد ايه؟ دي اول حاجه. تاني حاجه انت عايز تبدا تغني عليه بقى، انت عايز تبدا تغني عليه. ده طبعا كل الناس المبتدئين لسه مش عارفه اصلا تتعامل ازاي مع الابلكيشن. انا الابلكيشن نفسه شرحت فيه كل حاجه في كذا فيديو، هسيب لك في الديسكربشن تحت زي ما قلت. تدوس على علامه الزائد تحت دي فهيجي لك بقى كل الاختيارات دي كده. انت اهم حاجه عندك لو انت هتبدا تسجل عليه بتختار اول واحده اللي هي الفويس اند اوديو. بيجي لك الشكل ده كده بالظبط. بترجع كده تدوس على علامه الاكس دي ففتحت لك خانه تحتها كده بتاعت الفويس اند اوديو، في خانه كده فتحت تاني. فانت بتمشي معاك كالاتي يعني، انت بتدوس على علامه البلس، لو دوست عليها تاني هيجي لك واحده تانيه يعني. تعال نجرب كده اهي، فتحت نفس واحده تانيه بس بشكل تاني بلون تاني عشان تميزهم. مثلا انا عامل هنا الاد ليبس، وهنا عامل مش عارف الصوت التراك نفسه، وهنا عامل مش عارف ايه عشان تميزهم. بيبقى كذا واحده بكذا لون مختلف يعني. تاني حاجه لو عايزين نرجع كده لفوق، لو دوسنا على دوستين هنا كده جنبها فانت عندك هنا دي كل حاجه. اهم حاجه بتختارها لما بتخش هنا كده بتدوس على الاوتو بيتش اللي تحت دي فبيجي لك الشكل ده كده بالظبط. ده الاوتو تيون بتاع باند لاب، ده الاوتو تيون بتاع باند لاب. اوتو تيون يعتمد عليه، اوتو تيون يعتمد عليه وبيغير الصوت حلو جدا. انت دلوقتي طبعا مستحيل تسجل في الابلكيشن ده من غير ما تكون لابس هاند فري او سماعه احترافيه او مايك قدامك، اي حاجه تسجل بيها الصوت بحيث ان انت تبقى سامع الصوت في ودانك وفي نفس الوقت تقدر تتكلم فيه. لاحسن مايك ممكن تبدا بيه، كنت عامل برضو فيديو قبل كده ممكن تخش تتفرج عليه وترجع تكمل تاني. فانت لازم تكون لابس حاجه في ودانك عشان تقدر تسمع التراك وانت تغني عليه. دي اهم حاجه لازم تعملها في ابلكيشن باند لاب عامه يعني. فانت دلوقتي ده الاوتو تيون بتاع باند لاب، بتزود كده اي حاجه في الابلكيشن بتزود كده، فانت تبقى تسمع الاغنيه في ودانك وفي نفس الوقت بتتكلم. وانت بتتكلم بتعلي كده وتوطي، بتعلي وتوطي في نفس الوقت. بتعلي وتوطي فيه هتحس بالاوتو تيون بتاع صوتك بيتغير في الابلكيشن يعني. انت طول ما انت بتعلي وتوطي كده في الفوليوم ده هتعرف الفرق بتاع الابلكيشن، فاهم اقصد ايه؟ صوتك هيتغير. دي اول حاجه. تاني حاجه الهيب هوب والكلام ده كله اتضاف جديد اصلا يعني، ده الحاجات دي كلها اتضافت جديده. اي حاجه عليها علامه الجولد اللي في النص دي اللي فوق دي على اليمين دي كده باشتراك بفلوس. انا بستخدم بس اول واحده بصراحه وبلعب بغير في الصوت ده وفي نفس الوقت بطلع حاجه كويسه يعني. عايزين بقى نضيف افكتات، بندوس على اف اكس دي فبيجي لك الاوتو تيون دي كل حاجه عليها صورتي دي اوتو تيون او افكت انا عامله لصوتي، انا عامله بحيث ان انا اقدر استخدمه كاد لبس بقى، ك افكت معين يعمل حاجه في التراك عامه. دي كل حاجه تعتمد عليها جدا جدا جدا. بص يا باشا، ده كنت قاعد في الاوضه عادي جدا ويعني فاهم بلعب مع نفسي في التليفون فعملت حاجه زي كده يعني. خليني افهمك بس دلوقتي الافكتات دي بستخدمها في ايه. بص يا باشا، خلينا نبدا نشغل كده. سامع الصوت يعني الصوت من تحت، الاغنيه بتبدا لسه فده افكت. خلينا اجيب لك الافكت ده كده بنجيبه منين، اللي هو اخر واحد ده كده. لو دوسنا على اخر واحد ده دوسنا عليه كده، شوف لو دخلت على الاوتو بيتش دي هتلاقيني عاملها في النص 60%. انا صوتي مناسب مع 60%. انت ممكن تلاقي الاوتو تيون بتاعك تقلله وتعليه براحتك على حسب الاوتو تيون اللي انت عايزه، فاهم اقصد ايه؟ نرجع تحت كده ندوس على الاف اكس دي اهو. الاي بي اللي انا عامله ده حاجه انا عاملها لنفسي بحيث ان الصوت يبقى كده. انا طبعا في الفيديو الجاي هسيب 5 افكتات من دول للناس كهديه يقدروا يحملوهم من الديسكربشن، هسيب لهم باللينك على طول يدوس عليها، بعد كده يفتحوا الابلكيشن يدوس اد خلاص بقى عنده الافكت. افكتات جامده قوي انا عاملها مع نفسي يعني. ده اول افكت عندنا. خلينا نجري شويه وندوس. موجة بتعدي مش شايف حد محدش هدي. ده طبعا يعني فاهم بقى
كلام كتبته وانا قاعد كده، موجه بتودي موجه بتعدي، مش شايف حد، محدش قدي، فاهم؟ فجاست فور فان يعني، فاهم؟ اصل بكتب يعني حاجات كده مع نفسي يعني. انا بس حابب اوريك الفكره ازاي بتتم. بس ففي هنا اوتو تيون بتاع الاد ليبسينج برضو كويس جدا. هتلاقي برضو حاطط اديتد ايكو، ده ايكو ده فلتر بتاع الابلكيشن نفسه، بس انا معدي عليه بحيث ان انا من جوه معدي عليه، بلعب في السلايدرز اللي جوه. لو دوست عايز تلعب في السلايدرز اللي جوه دي، او عايز تعدل على الفلتر نفسه، بتدوس على هنا كده بيفتح لك كل حاجه جوه الفلتر نفسه. في الفلتر ده كده في اللي هو الكورس ده، فعندك الاف بي كي كومبريسور، ده برضو كنت شرحه في الفيديوهات اللي فاتت، لازم تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت عشان تفهم كل حاجه، لازم. فانت مثلا ايه، قعدت تعلي شويه في السلايد ده وهتعلي شويه في السلايد ده وتقلل شويه في ده لحد ما تلاقي صوتك شغال كويس. وانت طبعا طول ما انت بتلعب في اي حاجه من دول في الاعدادات دي، بتبقى مشغل اغنيه من تحت كده بحيث ان انت تبقى سامع في ودانك، اي تغيير بيحصل بتبقى انت سامع في ودانك. عايز تضيف حاجه بتدوس على علامه الزائد دي، في بقى عندك يعني حرفيا حاجات كتير جدا، حاجات كتير قوي تقدر تستخدمها وفور فري، يعني معظمها اصلا فور فري، كلها افكتات جامده قوي قوي يا صاحبي، فاهم؟ فانت لو دوست كده في كذا حاجه، في بقى الديلي، في الديستورشن، في كذا حاجه، في الانهانسر ده، في الداينامكس، في كذا حاجه بتقدر تضيف اللي انت عايزه وتعدل فيها وصوتك بيتغير معاها. دي كده باختصار كانت يعني ازاي تضيف تراك وازاي ايه تعدل عليه. الموضوع بسيط يعني مش مستاهل، فاهم؟ بس كده. فانت اول ما تشوفني ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتعمل لايك للفيديو وتكتب كومنت يشجعني كده ان انا اكمل. وبس اشوفكم الفيديو الجاي. بيس يا مان.